السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مزرعة كبيرة عايش فيها حيوانات كتيرة، فيها ديك ألوانه جميلة، لما يأذن تصحى كل الحظيرة بصوته الحلو بيقول كوكو كوكو، وكل اللي في المزرعة بيقوموا، والحيوانات بتحب صوته ومعجبين بنشاطه وقوته. ومرة كان الخرفان بيتكلموا وفي صوته الجميل بيتأملوا إنه إزاي صوته كده عالي بيصحي الحيوانات والأهالي، وبيسمعوا اللي فوق الجبل وعلى طول يبدأ يومه بالعمل. سمعت المعزة الكلام اللي اتقال وقالت أنا كمان صوتي عالي العال، وممكن أصحي الجميع بصوتي الجميل البديع، وهصحى بدري في الصباح هقلد الديك في الصياح. وفضلت المعزة الليل بطوله تتدرب على الصياح وتتعلمه، بس بعد الفجر أذن الديك على طول، وصحى الكل مندهش ومذهول. راحت فين المعزة وفين وعدها، ودور عليها الكل بعدها. أتاري فشلت خطتها المعلومة، عشان سهرت فراحت عليها نومة. وعرفت المعزة من ساعتها إن صياح الديك مش شغلتها، وإنها مش لازم تقلد حد عشان الكل يحبها بجد. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.